السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك نص كيلو لحمة مفروم تعالي نعمل 20 رغيف حواوشي. أيوة 20، اقتصادي صحي ومغذي كمان. والمفاجأة بقى هنعمل عرايس الحواوشي، وهقولك كمان ايه أحسن نوع عيش تستعمليه عشان تاخدي منه القرمشة اللي احنا بندور عليها زي دي بالظبط. وكمان لو العيش عندك بايت هقولك نعمل فيه ايه عشان يديكي نتيجة حلوة وما يتقطعش منك وانتي شغالة، ونوصل لطعم الحواوشي اللي احنا بنشتريه من عند الجزار. وهنقول كمان ايه الفرق بين الحواوشي اللي بيتعمل في الفرن والحواوشي اللي بيتعمل في الطاسة. كل ده في الفيديو ده، عشان كده تابعي معايا الفيديو للآخر واعرفي ايه الفرق بين الحواوشي العادي وحواوشي العرايس. بس لو أول مرة تشوفيني نعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات عندنا بتنقسم لحاجتين، حاجة أساسية والحاجات الاختيارية. الأساسي لازم يكون فيه بصل مفروم خشن، فلفل رومي برضو مفروم خشن، وطماطم مفرومة بس مش ناعمة، والبصل يكون قد كمية اللحمة أو أقل حاجة بسيطة. أما بقى الحاجات الاختيارية فعندك بقدونس برضو متقطع، جزر مبشور، فلفل حار، و3 فصوص توم. معانا كمان بهارات بقى، ملح، فلفل اسود ده اساسي طبعا، جنزبيل، عندك قرفه، وممكن تحطي يا اما السبع بهارات يا اما بهارات الحواوشي اللي هي بتكون جاهزه، ومعلقه دقيق عشان تربط كل المكونات دي مع بعضها وتلم اي رطوبه موجوده في المكونات. بولة بقى كبيرة كده عندك أو طبق كبير هننزل فيه كل المكونات مع بعضها، ونبدأ نقلبها كويس مع بعض عشان كل البهارات توصل لكل جزء في المكونات. شوفي بقى الكمية اللي احنا خدناها خضار بس، وكل ده ولسه ما حطيناش اللحمة، يعني كمية ما شاء الله تقريبا قد اللحمة أو ضعفها كمان. بس أهم حاجة بس بفكرك تاني ان كل الخضار ده ما يكونش مفروم قوي، لازم يكون مفروم خشن. كمان ان كمية البصل يا اما قد اللحمة يا اما اقل منها حاجة بسيطة. ودي من الاسرار اللي بتخلي حواوشي الجاهز بيبقى دايما احلى من حواوشي بتاع البيت. دلوقتي بقى هنحط اللحمة. لو عندك نص كيلو لحمة يبقى لازم تحطي عليه 200 جرام دهن، ويا سلام بقى لو دهن من ليا بيبقى تحفة. ما عندكيش قولي للجزار بعد ما يفرم لك اللحمة ان هو يحط قطعة دهنة كاملة مع اللحمة، لان لحمة الحواوشي لازم يكون فيها نسبة دهن حوالي 20% مش اقل من كده عشان تديكي نتيجة حلوة وطعم جميل. تعالي بقى دلوقتي انا هبدأ اقسمها كور كده بحيث تبقى كلها متساوية عشان وانا بفردها في العيش تبقى سهلة، يعني دي خطوة بس بتسهل عليك الشغل. طيب بالنسبة للعيش بقى استعملي العيش البلدي الأسمر، ده بيديكي نتيجة حلوة قوي لأن هو من جوه كمان بيبقى خشن، يعني في فتحات وفي مسام. المسام دي بتمسك اللحمة مهما ما بتفرديها في جوه العيش بتمسك اللحمة في مكانها وما بتخليهاش تكش، وبالتالي اللحمة بتبقى مالية الرغيف. لكن لو العيش ده ابيض من دقيق ابيض فما بيبقاش فيه مسام، بيبقى ناعم من جوه، فاللحمه بتكش بتلاقيها عامله زي البرجر شويه، يعني اللحمه مش ماليه رغيف العيش. ولو العيش عندك مش طازه سخنيه الاول. دلوقتي بقى بعد ما فردنا كرة اللحمه جوه رغيف العيش كويس هنبدا بقى ندهنه باي ماده دهنيه. عايزه تدهني بزيت بس، زيت على سمنه بس زي ما انت عاوزه براحتك خالص، ونحطه على صاج او على صينيه عليها ورقه زبده او ورقه الخبز. بس الافضل كمان ان انت تدهني الورق ده لان احيانا بينشف وبيلزق في العيش. هندهن العيش من الوجهين ونرصه على صاج ونحطه بعد كده في فرن يكون ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هياخد بالظبط عبارة عن 10 دقايق لكل وجه، واحنا هنا دلوقتي في قلب الحدث جوه الفرن. طيب بعد ما حطيناه هنحاول ان احنا لازم نضغط عليه كده بايدينا او بمعلقة او باي حاجة عشان يستوي كويس، ونخلي برضو اللحمة ما تكشش جوه العيش وتبقى موجودة فيه كله، وكل شوية نقلبه. ده بقى بتاع الطاسة بيفرق ايه بقى ان انا كل شوية لازم اضغط عليه كتير، يعني بتاع الفرن ممكن اضغط مرة 2 ما اضغطش خالص، بس بتاع الطاسة لازم كل شوية اضغط واقلبه كذا مرة
ما استناش لما وجهي يحمر عشان اقلبه، كل شوية لازم بيتقلب، وبتبقى النار متوسطة عشان العيش يقرمش واللحمة تستوي من جوه، ما يتحرقش ويبقى اللحمة من جوه نية. وده برضو تاني اهوت، واحنا بنقلبه كل شوية بتلاقي اللون بقى ذهبي وجميل، وبيطلع منك بسهولة من على الصاج. انما لو لسه ما استواش بتلاقيه لسه لازق في الورق، تعرفي ان هو لسه ما اتعملش. طيب دلوقتي بقى خلصنا كل الحواوشي ما شاء الله. ممكن بقى تقدميها مع خضار، مع مخلل، مع شيبسي، سلطة طحينة، شوية بقى بصل حلقات كده منقوع في خل، هتدوقي احلى طعم للحواوشي. وده بقى يا ست كل عرايس الحواوشي اللي انا وعدتك بيها، هي عبارة عن نفس الحشو بس بعيش شامي، ده بيسموه عرايس الحواوشي، طعمه تحفة، لازم تجربيه. ما اسموش حواوشي، اسمه عرايس الحواوشي. ودلوقتي بقى لو عجبك الحواوشي وعجبتك الوصفة، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وتعالي نفتح الحواوشي من جوه، شايفة قد ايه وانا بفتحه بقرمش وجميل وحلو قوي، والحشوة مالية الرغيف كله، ما كشتش ولا بقت في نص العيش ولا اي حاجة. ودي عرايس الحواوشي كمان معانا، شايفة وانا بقطعها ناشفة ازاي وجميلة مقرمشة وحلوة، والدخان طالع منها يعني تتاكل اكل، انا مش عارفة امسكها من السخونية. والف هنا على قلبكم.